şu anda biz emniyet teşkilatımızla, halkımızla beraber el ele bu işin üstesinden geleceğiz. Ben diğer televizyon kanallarıyla da bazı görüşmeler yaptım. Şimdi NTV vasıtasıyla da bütün izleyenlerinize bir haber özellikle iletmek istiyorum. Diyorum ki demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet أطلب من جميع المواطنين الذين يؤمنون بالديمقراطية للخروج إلى الشوارع، وكما أدعو رئيس الوزراء أيضا إلى الخروج إلى الشوارع. Atatürk Havalimanı'nda geçen günü malum DAEŞ'çiler vardı. كما تعلمون أن مطار أتاتورك تعرض لتفجير قبل أيام، والآن سيطروا على الأبراج الموجودة في المطار ويمنع الطائرات من التحليق. ونضمن لكم أننا سنقوم بما يلزم لمعاقبة من يقف وراء هذه المحاولات. أنا أدعو من هنا القوات المسلحة التركية والجنرالات الشرفاء في القوات المسلحة إلى الوقوف بصلابة وشرف أمام من باع ضميره من الضباط الآخرين. وسنقوم بمعاقبتهم جميعا في أقصر وقت ممكن. çok önemli. İnsanlar sizden gelecek cümleleri. سيد الرئيس، الناس يتوقعون منكم تصريحات مهمة جدا. أنا الآن أوجه عبر قناتكم لجميع المواطنين للخروج إلى الشوارع والمطارات. وأنا أيضا سأكون بينهم في نفس الشكل. هل أنتم في اسطنبول؟ نعم، أنا في اسطنبول الآن. Bunun dışında diğer siyasilere de bir çağrınız var mı? هل لديكم أي دعوة توجهها إلى السياسيين الآخرين؟ أنا أوجه دعوة إلى جميع الزعماء السياسيين الآخرين إلى الخروج وإلى القيام بما يلزم كمؤمنين بالديمقراطية. وأدعو البرلمان أيضا بالقيام بما يلزم مقابل هذه المحاولة الانقلابية. ومناقشة ما يجب أن ينفذ في خلال جلسات للبرلمان. Ben de meydanlara çıkacağım dediniz. İstanbul'da mı? ستتوجهون إلى الميادين. هل سيكون ذلك في اسطنبول؟ Yani şu anda büyük ihtimalle İstanbul veya Ankara. إما سأكون في اسطنبول أو في أنقرة. Evet, seste bir sorun var Sayın Cumhurbaşkanı. هناك خلل في الصوت. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV. نعم، إذا مشاهدينا تابعتم معنا خطاب أردوغان الذي تحدث فيه وطالب فيه الشعب التركي بالخروج. نتحدث وسنحلل أهم ما جاء في هذا الخطاب مع المحلل السياسي عبر الهاتف أحمد عظيمي. أهلا بك محلل السياسي أحمد عظيمي، هل أنت في الاستماع؟ معنا مباشرة عبر الهاتف المحلل السياسي أحمد